طلاب دفعة 2026 السلام عليكم ورحمة الله. صل على الحبيب. شرح منهج الدراسات الاجتماعية الصف الثاني الإعدادي الترم الأول مع مستر حورس. بس ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتكتب كومنت عشان يوصلك كل جديد من مستر حورس. معروفة في أي حياة تاخدها. اقتصاد يعني مكون من زراعة أو صناعة أو تجارة. بالك بقى من بعض شوية أسئلة حلوة كده هنا. زراعة، صناعة، تجارة. دي الحياة الاقتصادية في أي حضارة، في أي دولة، كان ذكر اسمها إيه، في أي مكان عموما. الحياة الاقتصادية يعني مكونة من زراعة أو صناعة أو تجارة. أول حاجة بنبدأ بالزراعة. طيب عموما احنا اتكلمنا وقلنا ده اللي صحة العبارة. حضارة بلاد اليمن أراضيها خصبة بسبب وجود فيها مياه المستنقعات ومياه الأمطار الموسمية، صح كده؟ فجعلت أراضيها خصبة، جعلت أراضيها خصبة. نبدأ تاني. الحياة الاقتصادية والمكونة من زراعة وصناعة وتجارة. فبيجي بيقول لنا دلل كانت حضارة بلاد اليمن حضارة زراعية، وليكن هنقول بسبب وجود مياه الأمطار اللي هي مياه الأمطار الموسمية، لأن مناخها مناخ موسمي، ومياه المستنقعات اللي هي الجوف. أوكي تمام كده؟ طيب فجعلت من أراضيها خصبة. جعلت أراضي بلاد اليمن إيه؟ يبقى توفرت الزراعة بفضل التربة الخصبة اللي جاية من المياه العذبة اللي هي مية المستنقعات، صح؟ ومش بس كده، كان عندهم كمان المناخ معتدل يعني مناسب للزراعة. طيب واحد هيجي يقول لك كده سؤال من الأسئلة: مناخ اليمن مناخ مناخ بلاد اليمن مناخ مناسب أو معتدل؟ حضرتك ده إقليم مناخي أنت واخده من قبل يا عم يوسف، اسمه الإقليم الموسمي، أو لسه هتاخده. إقليم إيه؟ موسمي، الذي يعتبر فيه إيه درجة الحرارة؟ يعتبر حار صيفا دافئ شتاء. حار صيفا دافئ شتاء. الامطار تسقط في فصل الشتاء. الامطار تسقط في فصل الشتاء. بص، هي بتسقط في الصيف والشتاء عادي، بس غزيره امتى؟ في الشتاء. غزيره امتى؟ كتيره امتى؟ في الشتاء. تسقط في الصيف والشتاء عادي، موسمي او استوائي او مداري، الامطار فيهم طوال العام. دي كده احنا دخلنا في حته مناخيه بس بعيدا عن الدرس. فهنا مناخ بلاد اليمن مناسب، لان مناخ ماله موسمي. مناخ ايه؟ اللي هو حار صيفا دافئ، والامطار شتاء وغزيره. فعندهم مطر، يعني جعل ارض خصبه صالحه للزراعه ومناخ معتدل. صعب الكلام ده كده لحد دلوقتي؟ يبقى بما تفسر كانت توجد في حضارة اليمن حضارة زراعية أو أماكن زراعية، وكمان زرعوا أراضي وزرعوا مدرجات. طب واحد هيقول لي إيه المدرجات؟ اللي هي سفوح الجبال. طب هنا زرعوا سفوح الجبال بفضل إيه؟ الأمطار. بفضل إيه؟ بفضل إيه؟ ما هو إيه اللي هيوصل المية للجبل؟ مطر، صح كده؟ يبقى ليه زرعوا مدرجات؟ عشان سقوط. يبقى بما تفسر زرع اليمنيين المدرجات اللي هي الجبال استفادة من المياه الأمطار. يبقى حضرتك كده عندهم أراضي خصبة بسبب المياه العذبة اللي جاية عن طريق حاجتين. بسبب المياه العذبة اللي جاية عن طريق إيه؟ إيه هما؟ المستنقعات والأمطار والمياه الإيه؟ الأمطار. طب يبقى أراضي خصبة وأراضي مدرجات يعني جبال. أراضي إيه؟ مدرجات بيزرعوها بفضل. طب صعب كده الزراعة؟ طب الزراعة اللي زرعوا إيه طب؟ سوري يا استاذه رحمه، حتى لو انت قارئه درس مفيش اي مشكله عنها. قرأتهوش ولا في الحياة الاجتماعية كانت تمام، حتى ماشي حاضر. اللي احنا خدناه في الحياه الاجتماعيه الزراعه بقى اللي اهتموا بيها اصلا، تمام؟ بحيث برضه في ناس ممكن تكون اول مره بتتعرف، معلش وانا والله فعلا زعلان، فسامحيني مش يعني ايه. ها هنا يا شباب الزراعه اللي كانت عندهم كانت خضروات. يزرع خضروات، يعني حضرتك بتحتاج في السلطه خضروات، طماطم، بقدونس، خيار، جزر، صح؟ مش ده طبق السلطه بتاعك؟ يبقى زرعوا خضروات. المحشي، بتوع المحشي، الناس البنات اللي بتعمل محشي، بتاكل محشي، بتحتاجوا خضروات، بقدونس وكزبره وحنجره والكلام ده كله. ها يبقى خضروات. عاوزين يحلوا بقى،
هم كلوا فزرعوا فواكه. زرعوا ايه؟ فواكه. يبقى زرعوا خضروات وزرعوا فواكه. والحبوب ايه الحبوب؟ يعني القمح، الارز، الشعير. تمام كده؟ يبقى انقسمت محاصيل بلاد اليمن الى 3: خضروات، فواكه، حبوب. خضروات، فواكه، حبوب. يبقى في الزراعه عرفوا اول حاجه الخضروات. طب واحد هيجي يفتكس كده ويقول لي ايه؟ يعني ايه الخضروات؟ انتوا فلاحين وانا فلاح، فكلنا عارفين ان مش في حوار فلاحين، حتى لو انت فرنجي والله. ها الخضروات ده حضرتك بتستخدمها في السلطه والمحشي. ماشي؟ ها فواكه. هيجي يقول لي ايه فواكه؟ هقول له يا حبيبي ما حددوش نوع فاكهه معينه. بلادي عندهم الفواكه. عندهم بياكلوا تفاح زيك يا حبيبتي، يا ده ما انت بتقول بياكلوا مانجا عادي خالص والله. فواكه. ها طيب فواكه. بعد كده بنلاقي حبوب، والحبوب طبعا في اي مكان في العالم لازم القمح. ليه؟ ده الغذاء رئيس لشعوب العالم. الغذاء الرئيس الايه؟ انت اول ما بتفتح عينك من النوم بتقول انا رايح اجيب العيش، ولا بتعمل المكرونه دي يقول لك لا انا هاكل مكرونه مش هاكل عيش. هي المكرونه دي بتتعمل من الرز. الحمد لله ان انت عرفت من الاكل. يبقى الحبوب. يبقى 3 محاصيل للزراعه. ايه هم في بلاد اليمن؟ خضروات، فواكه، وحبوب، وزراعات في الاراضي الخصبه او المدرجات. كلام سليم. طيب ايه؟ المدرجات او الاراضي الخصبه، صح كده؟ ما هي اراضيهم خصبه او مدرجات، جبال اللي هي مرتفعات. اليمن اللي كنا بنقول عليها مرتفعات اليمن اللي هي جبال البحر الاحمر. فانا كده اللي هي المدرجات. طب خد بالك مني تاني ملحوظه. ايه هي؟ هي الزراعه دي مش بتحتاج حته جاموسه كده بنعملها؟ صح؟ تتربى في الارض الزراعيه، يعني بمعنى اصح عرفوا كمان من الزراعه تربيه عادي خالص، ناس زينا عادي. تربيه الايه؟ الحيوانات. يبقى عرفوا محاصيل وعرفوا تربيه الحيوانات. يبقى دي في الزراعه. واحد من مميزات الزراعه عنده عادي خالص، شايفها حضاره عاديه. 3 مشاريع للري. برضه احنا عملنا مشروعات للري يا استاذ والله العظيم عندنا. ها مش عملوا مشروعات للري؟ مش عملوا سد مأرب؟ يبقى ده مشروع ري ولا لا؟ مش عملوا المستنقعات اللي احنا قلناها في الجوف؟ ها في منطقه الايه؟ الجوف. يبقى عملوا مشروعات ري. عملوا مشروعات ايه؟ عملوا مشروعات ري. عملوا مشروعات ري. طيب كمان بقى اخر حاجه زمن. يعني الناس دي اللي بتروي الاراضي كفلاح برضه هقوم لا بصيني هنا يا سندس. والله بتكلم. لا ما انا مش عايز حد يبقى ورا، عايزكم كلكم باصين على السبوره. انت شايف ابراهيم؟ متاكد؟ ماشي. في حد قصير وبدا يوسف انت شايف؟ ماشي. كأي دولة في العالم هم بيزرعوا صح؟ بيزرعوا وحبوب وفواكه وخضروات مشروعات ري. هو احنا عندنا هنا مش في مصر حتى وقتنا هذا الفلاح اللي بيجي مصر بيسقي ارضه. اول ما بيجي بيزرع الارض مش بيدفع على الري. ايه ده؟ بص كده تقدم. ده سؤال ان دل على صح ضربات. تقدم اليمنيين منذ آلاف السنين في قوانين الزراعة. وضعوا الله عليك وضعوا قوانين للضرائب الأرض الزراعية. ضرائب الأرض الإيه؟ اللي هي الأرض جمع أرض إيه؟ ادخل في حصه عربي؟ ها يبقى وضعوا قوانين لايه؟ للارض الزراعيه. ما هو انت بتزرع وبتاخد ميتها، الميه دي ما هي ملك للدوله، والبذره دي ما الدوله هي اللي بتحاول تصنعها تستأنسها لك بمعنى اصح عشان تزرعها في الارض صح؟ وبتوفر لك السوبر والفوسفات والنترات الصوديوم والكلام ده كله اللي هو الملح اللي انتوا بنستخدمه في الارض الزراعيه. كل ده فكل ده بتستخدمه كده ببلاش ولا بضرائب؟ يعني بتدفع لها فلوس. ان كانت الارض بتطلع عندك 100 كيلو ناخد منهم يا عم 5 كيلو يا عم على الميه اللي بنوفرها لك
وعلى المشاريع الهندسيه اللي بنعملها لك في الزراعه، وعلى كل حاجه في الزراعه بنوفرها لك، زي البذور، زي كذا، زي الملح اللي احنا بنستخدمه. فهم سبقوا من الاف السنين في وضعوا ايه؟ قوانين لترائب الارض الزراعيه او الاراضي الزراعيه. طيب يبقى في الزراعه عرفوا محاصيل، عرفوا تربيه حيوانات، عرفوا مشروعات ري زي ايه؟ مثل سد مأرب واحواض المستنقعات، ما تنساش والنبي. ها؟ وبعد كده قوانين دي الزراعه. صعبه كده؟ بس خد بالك مش هي الحرفه الرئيسيه. الله ينور على حضرتك. 2 الصناعه. لا خلينا في الصناعه الاول يا استاذ. خلينا في الصناعه. الصناعه عندهم 3 انواع صناعات. كم نوع؟ 3. كم نوع صناعه؟ ايه هم؟ ملابس اللي هي ملابس اقفل كتاب. اول نوع ملابس، اسلحه، اواني. كام نوع صناعه؟ كام نوع صناعه؟ 3. ملابس، صنعوا ملابس عشان يلبسوا عادي. اواني عشان ياكلوا فيها. تمام؟ اسلحه عشان لو جات لهم حروب، عشان لو جات لهم حروب. يبقى صنعوا 3 صناعات، ملابس، اواني، اسلحه. بس كل واحده وليها ميزه. الاواني كانت نوعين عندهم، يعني عرفوا الفخار وعرفوا المعدن. زي ما انت حضرتك كده بتاكل في طبق الومنيوم وستانلس، وطبق فخار الطاجن اللي انت بتعمل فيه اللحمه ده، وما بتعزمنيش عليه. اتفقنا؟ طيب يبقى عرفوا في الاواني نوعين، معدنيه وفخاريه. كم نوع من الاواني يا فندم؟ 2. كم نوع من صناعه الاواني؟ 2. فخار، معدن. معدن. سواء بقى واحد يقول لي يا المعدن اللي استخدم في الاواني ايه؟ يا عم استخدم الفضه، استخدم النحاس، يا عم عمل طبق بالذهب، انت مالك؟ طب هتقول لي على فكره هو في السؤال ده موجود عادي والله، في ناس بتساله عادي خالص، بس الناس اللي بتدرس اثار. انت ما عليك ان انت تعرف ان هم صنعوا اواني من فخار ومعدن. طيب هل نوع الطبق المستخدم بقى؟ لا ما بتاع طلاب اثار دي، بتوع طلاب الناس اللي بتروح تستكشف، مش انا. مش بتاعتكم. طيب الاسلحه هنا ما ادالكش السلاح كان مصنوع من ايه؟ زي حضارات اخرى، لا امال قال لك ايه؟ صنع نوعين من السلاح. مش المعدن المستخدم في السلاح، ما قلناش بقى ذهب ولا فضه ولا نحاس، لا اداك نوعين السلاح، مش معدن السلاح. نوعين السلاح هم خنجر ودرع، او سيوف، عفوا، خنجر وسيف. خنجر السيف طويل، الخنجر حاجه صغيره، سكينه. عملوا خنجر وايه؟ وسيوف، سيوف وخناجر. محمد يا رامي ما تتكلمش تاني. عملوا نوعين من السلاح، معدنهم مع برضه مش بتاعهم. يبقى الصناعه 3، ملابس، اسلحه، اواني. الاسلحه عباره عن سيوف وخناجر، اما الاواني معدن فخار. طب الملابس بقى؟ لا 3. اما الملابس 3: كتان، حرير، صوف. الملابس كم نوع؟ 3. طب هقول لك على سؤال. الجلد يا اخي روح ينتهي منك ربنا، ايه اللي خلانا في الكتان؟ روح يا اخي ربنا ينتهي منك، مش عايز تتكلم تاني. يلا تعالى بس عشان الكتان صح، انت صح. الكتان ده في الحاله الاجتماعيه. عشان هنجيب ملحوظه، والله يا كتان صح مش غلط يعني. طب استنوا هقول لك على حاجه. صح، انت صح وهي صح. تعالى بس هنجيب، انا كنت هقول السؤال عليها بس انت اللي نبهتيني عليه. الملابس تدل الملابس على تعدد النظام الاجتماعي في بلاد اليمن، او نظام طبقي في بلاد اليمن. مين يعرف؟ بس من واحده بتتكلم، واحده قالت هوب راحت اجمع السؤال سيبوها تتكلم. اتفضلي يا استاذ. هنا يا جماعه صناعه الملابس اختلفت انواعها، او اختلاف انواع صناعه الملابس يدل على تعدد طبقات سكان بلاد اليمن او حضارات بلاد اليمن.
تبقى صناعه الملابس من 3 انواع او 4 انواع، يدل على ايه؟ طبقات او تعدد طبقات بلاد اليمن. يبقى يقول لك كده تميز المجتمع اليمني بتعدد الطبقات، دلل على صحه العبارات. ترد تقول له ايه؟ حيث وجدت الملابس التي كانت من 4 انواع، والكتان عادي مفيش اي مشكله خالص ان يشاروا بيها، ها، وقول حرير مفيش اي مشكله اللي هو الملبس الحريري، ها، او الصوف، الصناعات الصوفيه زي البروفولات اللي احنا كمان شويه نلبسها في الشتاء، او الصناعات كمان الجلديه زي ما بتعمل جاكيت جلد، حذاء جلد. فانا كده لو جبنا سؤال زي كده نكتب 3 بس. يا فندم لا عادي، لو كتبت ال4 مفيش اي مشكله خالص، لان ده دليل على الحياه الاجتماعيه والحياه الاقتصاديه. مفيش اي مشكله خالص والله يا فندم. اتفقنا؟ لان اشتهرت بيه الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه. بس هو يقول لك ايه؟ اكتر صناعات كان عندهم الاكثر ال3 دول، لكن هي عرفوا صناعه الكتاب، عرفوا صناعه الكتاب. ليه؟ هقول لك ليه. تعالى نرجع للحياه الدينيه. مش عرفوا عاده التحنيط؟ عرفوا عاده الايه؟ طب والتحنيط ده اصلا لازم يتحنط تتلف في ايه؟ يعني يا جماعه كل صنعه من دي ليها حاجه. اوعى تفكر ان الصناعات دي ملهاش ميزه مثلا، او هم عاملينها هباء كده، عاملين كتان وخلاص. لا، الكتان ده كان لازم يتلف فيه جثه الميت عشان يبقى ده تحنيط، اعتقادا منهم في البعث والخلود والحياه بعد الموت، فان هو هيموت كل مره اخرى، فاحنا عايزينه ملفت هذه الكتان. فاهم كده؟ والكتان طبعا بيفضل محفوظ لفتره طويله، مش بيدوب بسهوله يعني، مش بيدوب بسهوله. فهم كده كده عرفوا ايه؟ الكتان. بس الاكثر عندهم كده دول اللي كانوا بيلبسوهم المستخدم في حياتهم اليوميه في طبقاتهم الاجتماعيه. يبقى دي الصناعه يا شباب، بس مش هي الحرفه الاقتصاديه الاكثر، لا في تاني. رقم 3 التجاره. الايه؟ التجاره. طبعا احنا عارفين ان هم مسيطرين اصلا على البحر الاحمر ومضيق مسيطرين على ايه؟ البحر الاحمر وطريق باب المندب او ممر باب المندب. فهنا راحوا عاملين في عدن ميناء اسمه ميناء عدن. ميناء ايه؟ عدن. وهنا كان بيمشي طريق البخور في البحر الاحمر، فكانوا بيتحكموا في البخور دي وياخدوا على اي نسبه تجاره ماشيه في البخور فلوس. يبقى حضرتك كده تعالى نفهمها كده، التجاره سيطروا على التجاره بفضل نقط موقعهم الجغرافي. موقعهم الايه؟ المتحكم في طرق التجاره. المتحكم في ايه؟ موقعهم الجغرافي المتحكم. حلو، كلام سليم. يبقى تميز واشتهر، والحرفه الاكثر اشتهارا عندهم هي الزراعه ولا الصناعه ولا التجاره؟ التجاره بفضل المتحكم في ايه؟ طب وطرق التجاره اللي كانت رئيسيه بتمشي من عندهم؟ البخور. طرق التجاره الرئيسيه البخور الرئيسيه. واحد هيقول لي يعني مفيش طرق تانية؟ يا عم في والله، كان في تجاره اللبان بتمشي، المر بتمشي، العطور بتمشي. اتفقنا؟ كل دي تجارات كانت طرق تجاره كانت بتمشي من عليهم، بس الاكثر عندهم هم البخور. لذلك بص النتيجه المترتبه على تحكمهم في طرق البخور او تحكمهم بموقعهم الجغرافي ادى الى بناء ميناء عدن. عملوا ميناء اسمه ايه؟ ميناء السفن وهي ماشيه تركن هنا عشان برضه نسترزق ببعض الانشطه الاقتصاديه، زي مثلا ايه؟ لو حد هيبيع، لو حد هيشتري في قلب الميناء. يبقى ايه نتيجه تحكمهم في طرق التجاره؟ انشاء بناء او بناء اسمه ميناء عدن. بناء ميناء اسمه ايه؟ بناء ميناء اسمه عدن، وده موجود في جنوب اليمن جنب يعتبر مضيق باب المندب. طيب وطبعا عندهم منتجات كتير هم نفسهم في التجاره زي البخور، اللبان، والعطور. دي منتجاتهم هم بقى، منتجاتهم التجاريه اللي كانوا بيبيعوها بقى في ميناء عدن ويروحوا يودوها لمصر. طب خد بالك انا هكتب ال3 دول وهنحتاجهم في سؤال لولبي جميل جدا. منتجاتهم التجاريه يعني بيبيعوا ايه؟ اليمن دي كانت بتبيع ايه؟ هنحتاجها كمان شويه في سؤال مش عندك في المنهج. كانوا بس ده مترتب عليها يبيعوا
يعني بيبيعوا الحاجات ديت. ايه هي؟ اللبان، العطور، البخور. هنحتاجهم والله. في سؤال مش هتعرفه ولا تعرف اجابته ولا تعرف تدور اجابته، بس ده اجابته. فانا كده كانوا بيبيعوا ايه؟ لبان، عطور، ومعادن. طيب تعالى ننقل على الحياه الفكريه والثقافيه ونسيب الراجل ده دلوقتي. الحياه الفكريه والثقافيه يعني التعليم، الثقافه والتعليم والعلم. العلم هما ازاي كانوا بيبيعوا فروع اصلا من اللي هي هما كده كانوا بيشتروا 3 فروع. بص، كأني حضرتك مروة عليكي صفة الطلاب، فانت خدت منهم كميات وقلت كمية. حضرتك مثلا كأنك شغالة في شركة، فلقيت المنتج ده أكتر منتج بيتباع دور عملية نفسية. طبعا ده بقى عندك في البيت، ده طبيعي صح؟ فهنا الطريق شايفين ان البذور ده بيمشي من عندهم كتير. بنحتاجه في التحويل، والكلام ده كله هم محتاجينه للبيع. كل العالم محتاج. بص كده ركزي، نرجع تاني. انا قلت لك هنحتاجه. اللبان يستخدم في التحليل، العطور يستخدم في التحليل، البخور يستخدم في التحليل. فهم عندهم طريقه التجاره بتاع البخور ده، لقوا ان دي مصدر رزق ليهم. فقال لك ناخد المنتج ده احنا كمان نعمل بيه ايه؟ نبيعه ونشتهر بيه في البيع. فاهم؟ دول مستخدمين كل العالم عايزه وكل الناس عايزاه. اللي هيحمض قصته ياخد لبان وعطور، فهنحتاجها دلوقتي. ايه؟ بص، هو اللبان بتاعك العادي بس ايه؟ اقوى شويه عشان يخلي الجثه ما تدوبش. سر من اسرار التحليل. تلاقيه كده كانوا اللي هم مثلا يعني ايه؟ بييجوا عند هم خلعوا القلب من الجثه. دي قصه التحليل ده مش علينا. بس هم خلعوا القلب فعاوزين يعوضوا مكانه حاجه في قلب الجثمان. يروحوا حاطين لبانه تلزق دي بدي. طب زمان مش طبنا احنا. فده سر التحنيط اللي محدش اكتشفه. يعني انا كمان بحكيهولك على دراسه مبدئيه ليه. ايه مبدئيه؟ يعني بعض العلماء حاولت تقرب الموضوع شويه في سر التحنيط، لكن حد اكتشفه؟ محدش يعرف سره ايه. بس هم يعني قال لك ايه؟ ان هم يوصلوا بين العظمه اللي خلعوا منها القلب للعظمه الثانيه بالبان، لان اللبان معاكي مطاط عامل زي الصلصال كده. فاهم حاجه؟ وصلت لك؟ ظريف. وهم هيندغوا الاول قبل ما يعملوا بالتحنيط. ايه؟ ده واحده فكرت هيندغوا قوي. لا على كده بقى كل واحد كان يفضل ايه؟ يجيب بقى شويه لبان هو ومراته في البيت وعياله، يفضل يندغ لحد ما يموت، فيركنهم في طبق. لما يموت يا اولاد يبقوا ايه؟ يعملوا لك الله يستركم. طيب الثقافه والعلم عن بلاد اليمن. طيب حصر بلاد اليمن خط اسود المسند. خد بالك بقى من الخط المسند ده، لانه 29 حرف، وده اللي جه منه اللغه العربيه. نعم، والله العظيم. المسند طب خد بقى سؤال مش عندك برضه في الكتاب. تشابه الخط المسند مع اللغه الهيروغليفيه في نقط. اقولها لك. لا لا لا. يلا بقى اشهر او اشتهر اليمنيون بالخط المسند الذي أخذ فيما بعد منه اللغة العربية. حلو، ده أول ملحوظة. طيب دي أول إيه؟ ملحوظة. تاني ملحوظة، هو تشابه الخط المسند لليمنيين في مع اللغة الهيروغليفية الهيروغليفية المصرية. في نقط، بص كده، في خد الحتة دي وخليها وتعيد. إن هي إنه نقش غائر. نقوش غائرة. نقوش إيه؟ نقوش إيه؟ يعني مفروضة لجوه. فرق إحنا عندنا والله هقول لك في فرق يا ولاد في الكتابة بين النقوش الغائرة والبارزة. كلمة خط بارزة أو نقوش بارزة، بص كده لو حطيت إيدك على الكتاب هتلاقي الحرف إيه؟
بارز زي طريقه برايل اللي هي للمكفوفين، الحرف ماله بارز، دي اسمها نقش بارز الفراعنه كانت بتستخدمه. طيب هم بقى عملوا ايه؟ مكحوت لجوه، الكحت لجوه ده زي المسمار، فاكرين المسمار؟ ها؟ الكتابه المسماريه برضه هم كحتين له جوه، دي اسمها نقوش غائره. خد بالك هم تشابهوا مع الفرعونيه وتشابهوا مع وايه تاني؟ المسماريه. في النقوش غائره اللي هو منحوته لجوه، منحوته ايه يا محمد؟ ها؟ منحوته ايه؟ مش بارزه، الله ينور عليك. اتفضل. ايه يا فندم؟ انا ما بعرفش اكتب، انا ما بعرفش كتبت ايه. هو انا كتاب الذي فيما بعد، فيما ايه؟ اخذنا منها اللغه العربيه. الذي اخذنا فيما الذي اخذنا منها فيما بعد اللغه العربيه. الذي اخذنا اخذنا ده ده تشابه الخط المصري لليمنيين يا ابني انا بكتب بالانجليزي وانا بكتب. ده بيسالوك اسئله اصعب يا مستر يا مستر. والله الاسئله دي فعلا صعبه، انا ما بفهمش خط. يا مستر في المحافظه اللي انت لسه قايلها ديت في السنه 10 عيله كانت بتمتحن هنا قبل كده وكان في رسمه كده صح؟ بس خد بالك مش قصه سنه والله. اقول لك على حاجه، لو قلبت في الكتابه تلاقي الملحوظه ديت بس مش كاتبلي، هيقول لك استخدم عقلك ومعلوماتك ودوري. اكيد انا جايبها لك من كتابك، مش كتاب المدرسه. مش كتاب ثالثه سنه ولا اولى سنه. بس هو مش مديها لك في الكتاب، مش مديها لك. استخدم انت ايه؟ فكر يعني، فكر. انت مش شايف الكتابه مسنده يعني مفحوره لجوه؟ مش بارزه. خد بالك انت خدتين في اولى اعدادي في النقوش اللي كانت عند المصريين القدماء اللي كانت تكتب على جدران المعابد، كانت نوعين من النقوش، يا بارزه يا غائره. ما اتكلمناش عنها رحمه؟ انا بفكر رحمه عشان رحمه حبيبه هيبقوا فاكرين. انت بقى ما كنتش حاضره معايا في الاول، اتكلمنا معاها في الاول، اتكلمنا ان هي نقوش بارزه وغائره. فهنا تثبت النقوش ايه؟ نقوش غير غائره وتشابهت مع النقط في العراقيه المسماريه. طيب واخدنا منها فيما بعد حلو 29 حرف نتج عنهم علم وثقافه. خد بقى العلوم اللي هناك، علوم بلاد اليمن. بلاد الايه؟ انا بكتب بخط حلو يا رب تفهموا. بلاد اليمن. علوم بلاد اليمن اول حاجه علم الهندسه، عشان بنوا معابد وقصور وقلاع، وهنعرفها دلوقتي في الفن والعماره. بنوا معابد وقصور، فده علم هندسه. انك تبني معبد ده علم هندسه. خد بالك من السؤال اهو. عندهم معبد اسمه معبد؟ يا فندم دلل على صحه العباره. وايه دخل الهندسه؟ براعه اليمنيين في علم الهندسه، حيث استخدموها في بناء المعابد، القصور، القلاع. استخدموها في ايه؟ وايه الفرق بين الاصل والقلم؟ استخدموها في ايه؟ الفرق بين الاصل والقلم؟ هقول لك حاضر. في فرق كده ايه؟ الهندسه، علم الهندسه ده استخدموه ايه؟ من المعابد معابد، قصور، قلاع. معابد، قصور، قلاع. يبقى اول علم عندهم هو علم الهندسه. علم ايه؟ الهندسه. علم الهندسه برعوا فيه بالدليله ان هم عملوا معابد، قصور، وقلاع. واحد راح قايل لي ايه؟ طب ما انا ممكن ازود كمان حاجه في علم الهندسه. مين يعرف؟ بالراحه وباحترام. برع انت غدا محمد مش مركز النهارده، نايم. ها؟ لا. ها؟ برع اليمنيين لا صح، ده برع غير القصور والمعابد والقلاع. بناء العلمي كفايه. هم عملوها المسطحات اللاب لا انت جاي المدرجه دي بتاع اللي هو الصفر المنطقه سد مأرب يا أستاذة، وبناء سد مأرب أشهر الإنجازات الهندسية. وبناء إيه؟
يبقى السؤال ده لو جالك دلل على صحة العبارة برع اليمنيين في علم الهندسة هتقول له ايه؟ استخدامات المعابد ولا قلاع بناء الذي يعتبر أشهر الإنجازات الهندسية لحضارة حضارة ايه؟ ده أول علم. ده أول؟ طب خد بالك تاني سؤال وهو علم تاني. يبقى قلنا علم الهندسة. علم الايه؟ علم الفلك. علم الايه؟ علم الايه؟ هو الواد سبق بس مش مشكلة. علم الايه؟ الفلك. عملوا حاجتين. بص كده في علم الفلك عملوا حاجتين، احنا قلنا هناك 4، لا هنا نقول حاجة. تقويم سبقي. تقويم ايه؟ ورصد لحركة النجوم والكواكب. قول لحضرتك والله ما هو ده القمر. ده القمر. ها؟ ده الايه؟ القمر. طب خدي بالك بقى حركة النجوم والكواكب اختلف. سؤال اختلف اليمنيين بحضارتهم عن الحضارات الأخرى في علم الفلك. ده سؤال مش هتعرفه. طب هو ايه التقويم السبعي؟ طيب خدي بالك يا استاذ. اختلف اليمنيين عن الحضارات. لا يا استاذ استنى بعد اذنك. ما تبصيش في الكتاب وتقولي انا هقولها لك والله وفهمها لك. ها الاخرى في علم الفلك. اجاوبها لك بقى افهمها لك. اقول لحضرتك يا عم محمد وعم يوسف وعم محمد وعم عيد وعم حسن وعم ابراهيم ومين تاني؟ وانت عديتها محمد ومحمد 3 محمد. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص صليت. اختلف اليمنيين عن الحضارات الاخرى في علم فعلا في وضع التقويم السبعي. أكمل الإجابة حيث أن التقويم السبعي يعتمد على الشمس. أما باقي حد بقى هيرد دلوقتي متفلسف ماشي وانا عارفه اللي هيرد. باقي الحضارات تقويمهم الشمسي قمري. نعم. اقولها التقويم السبقي تقويم يعتمد على حركة الشمس. حركة الايه؟ الشمس. بمعنى اصح يا فندم لما جم عملوا الساعة بتاعتهم والفصول بتاعتهم عرفوها عن طريق ايه؟ عرفوها عن طريق ايه؟ بدليل احنا خد بالك لما جيت انت تعرف الاتجاهات بتاعتك وانت صغير كده المفروض المدرس اللي كنت معاك يقول لك ايه؟ يقول لك ان الاتجاهات ده لما نبص للشمال لما نبص للشرق او اتجاه شروق الشرق يبقى ده اتجاه الشرق. يبقى اول حاجه انت عرفت اتجاهاتك عن طريق الشمس نسبه للتقويم السبعي. لكن بعض او كل الحضارات الثانيه اعتمدت على القمر في تقويمها الشمسي. يعني تقويم الساعه الشمسي او فصول السنه او الايام او الكلام ده كله. كلهم اعتمدوا على الايه؟ حركه الايه؟ الا سبع او التقويم السبعي اعتمد على فهمتها؟ حد ما فهمهاش فهمتها؟ اقولها تاني. التقويم السبعي اختلف عن الحضارات الاخرى مثل العراقيه والفينيقيه والمصريه انه عمل تقويمه يعني فصول الزراعه وايام السنه وشهور السنه وفصول الزراعه الثلاثه. احنا عندنا 3 فصول للزراعه اللي هو 3 مواسم للزراعه اللي هو البذور والفيضان والحصاد. وعندنا 4 مواسم اللي هو شتاء صيف ربيع خريف صح. وعندنا السنه مقسمه ل 12 شهر والشهر فيه 30 يوم وعندنا عدد ايام السنه 365 يوم وربع. وعندنا كمان اني سيبنا من السنه الكبيسه. عندنا كمان اللهم صل على سيدنا او عندنا كمان ان اليوم فيه 24 ساعه وان الارض تدور حول الشمس او امام الشمس مره كل 24 ساعه. وعندنا كمان ان تدور حول الشمس تدور حول نفسها امام الشمس وتدور
مره كل 365 يوم وربع، ودي تسمى الدوره اليوميه، ودي تسمى الدوره السنويه. حلو، كلامنا سليم. احنا عرفنا علم الفلك ده كله ليه؟ من 12 شهر و30 يوم والكلام ده اللي انا بحكي فيه ده عرفناه ازاي؟ عن طريق تقويم اسمه تقويم شمسي قمري. ده نعرفه عن طريق ايه؟ القمر. تعرف احنا عرفناه عن طريق ايه؟ حركه القمر، حركه، لكن هم عرفوه عن طريق حركه الشمس. فهمت الفرق ما بيننا وما بينهم؟ فتميزوا بالتقويم السبعي الذي عرفوا به شهورهم ومواسمهم الزراعيه. التقويم السبعي الذي يعتمد على الشمس، لكن احنا بنعتمد على تقويمنا الشمسي ليه؟ قمري. فهمتها؟ أنهي واحد بيحدد الحاجات بدقة؟ بص، هو ده علم فلك وده علم فلك، لكن أنهي اللي بيحدد بدقة مش هقدر أجزم، بس هم برضه كان ليهم مواسمهم. وهم أصلا استخدموه في تحديد الزراعة وفصول الزراعة وأيام السنة وكل حاجة زيهم زينا. اتفقنا؟ وشهورهم كمان، حتى شهورهم مختلفة عن شهورنا خالص. فأنا لحد ما هتيجي العلماء في العصور الحديثة اللي هي الكشوف الجغرافية، تمام؟ هيبدأوا هم بقى يحطوا لنا تقويم يمشي عليه العالم. يقول له اثباتا هنا خط جرينتش، طبعا دي بعيده عن التقويمات القديمه، بس احنا بنقول تميزت في ايه؟ في تقويمها السبعي. وهم كمان رصدوا حركه النجوم. طب ليه رصدوا حركه النجوم؟ عشان لا مش بيعبدوها. ممتازه، زميلتكم قالت اجابه جميله، بس لا والتجاره. ما هو ماشي في البحر، ماشي بالتجاره، مش ماشي بالليل. فعاوز يعرف النجم اليمني. حتى على فكره ملحوظه، تقدم برضه سؤال كمان، تقدم اليمنيين على الحضارات الاخرى في رصد حركه النجوم. نعم او الله. ازاي؟ ان هم اول ما اخترعوا لنا حاجه اسمها النجم اليمني. النجم اليمني ده نجم القطب الشمالي اللي في السماء اللي يدير دائما او يستدير ناحيته دائما، ده اتجاه الشمال. فنجم لامع في السماء، نجم. بص، هم كانوا برضه هي قصه الفلك. هم كانوا مثلا بيبصوا للقمر بالليل فيلاقوا اقصر نجم لامع مزدهر وقمه اللمعان بتاعه، فيقول لك ده النجم اليمني. فمن هنا يقول لك خلاص طالما ده النجم اللامع الساطع الوحيد في السماء يبقى ده اتجاه فلو عايز يمشي بقى شمال هو هيمشي ناحيه النجم ده. طب عاوز يمشي الشرق هيمشي ناحيه اتجاه، بص كده بقى ناحيه اتجاه ايده الشمال. نعم والله. طب لو عايز يمشي غرب هيمشي ناحيه اتجاه ايده اليمين. طب والجنوب هيبقى عكس اتجاه الشمال. بدل ما هو هيمشي في اتجاه النجم لا هيمشي عكس اتجاه النجم. فهمت حاجه؟ ده اسم النجم اليمني اللي رصدوا منه حركه النجوم والكواكب عشان خاطر الايه؟ التجاره والعباده. التجاره يبقى استخدموا النجوم واستخدموا حركه النجوم في حاجتين، في حياه في حياه عموما علميه فنيه وحياه دينيه. استخدموا في الاثنين حركه النجوم في التجاره برا وبحرا والعباده. يبقى استخدم او العلم الفلك عندهم استخدام اهميه دينيه واهميه علميه ثقافيه. يبقى العلم الفلك اللي هو حركه النجوم علميه ثقافيه ودينيه. ان هم عبدوا حركه النجوم والكواكب والشمس ومش بس كده، اللي هو التجاره برا وفي البحر. في البر يعني في الارض جوه مع البلاد المجاوره، او في البحر مع اي دوله ثانيه كانوا يروحوها. طيب الفنون والعماره اظن احنا قلنا ان هم برعوا في الحصون والقلاع وقصور والمعابد وبناء سد مأرب، فاحنا قلنا وصلنا للعلوم. بس تعالى انا اقول لك كان زيتهم فين. زميلتك سالت سؤال حلو قوي، قالت ايه؟ قالت ان الفرق، انت قلت ايه يا رحمه تاني بعد اذنك؟ الفرق ما بين القصور والقلاع. القصر يا ماما يختلف عن القلعه. القلعه حصن عسكري. بص، عارفه القلعه والحصن الاثنين، القلاع والحصن الاثنين واحد. بتبقى عباره عن ابراج مخصصه للدفاع العسكري. حصن قوي كده متين عشان لو جم حد يحاربك نحتمي جواه. اما القصر بتبقى عباره عن حجره واسعه، كرسي للملك، مكان للخدمات، مكان للناس اللي بتبيع الاكل،
استضافات لكبار الزوار، استضافات للوزراء، فهمت حاجه؟ فمش بيبقى هو بيبقى بس فخم عن القلعه. القلعه ممكن متينه في مبانيها، لكن القصر بيبقى مطلي ابواب من الذهب والفضه والرخام والسيراميك او الرخام عالي الجوده، صخور عالي الجوده. حاجه من كده. زي ده وكمان ممكن يعمل السقف بتاعه من العاج. شفت انا عامل السقف ما شاء الله باللون الابيض، هو الزخرفة عامل دي السقف بتعملها بتاعه عودي. بالعاج، يزخرفوا القصور كده بشكل كويس زي ما انا مزخرف كده فوق كده ماشي. عندك شهور وكمان يحطوا احجار كريمه. ده الحلقة النبوية. لا حد مثلا يروح عامل تمثال كده بشكل معين في قلب القصر، يعمل مثلا حاجه مذهبه باحجار زينه زي ما احنا بنقول. فتميزت القصور عن القلاع. القلعه هو حصن برج عسكري. يا مستقبل لوحات بقى. ما هي دي خلاص، ده كده انا عاملها ايه؟ فن الفسيفساء. مش هتعرفوه فن الفسيفساء. فوقهم اهرامات ال11. انت صح. فده فن الفسيفساء. قعدت ده انت مخترع ده بس. لا يا ماما ده فن روماني والله. روماني بلاد الرومان. طيب تواصلنا بقى. خد بقى بعض الاسئله اللي جايه بقى في اللي جاي. هو تواصلت مصر مع حضاره بلاد اليمن في انها تاخد منهم وتديهم. هتستورد منهم ايه؟ اللبان والبخور والعطور. تستورد منهم ايه؟ اللبان والعطور والبخور والمر. ليه؟ لاستخدامه في الطقوس الدينيه والتحنيط. استخدامه في ايه؟ الطقوس الدينيه والتحنيط. المر ده اللي هو هقول مش المر المر ده نوع من الاعشاب موجود عند احمد شرف تحت ماشي. نوع من الاعشاب يستخدم في التحنيط، حاجه كده هو اليابان ده البنات ده لونها ابيض يعني. صح؟ ده البنات فهنا سلكوا سخيفه. والله مثلا المر ده يا بنت نوع عشبه بس كانت تصدق في التحنيط. لبان الدخل ده يا حبيبي ما اعرفش نوعه ايه. سمارة اسمه ولا انا اعرف اسمه؟ سمارة ايه يا عم؟ خلاص انا اسف. لبان الدخل الدكر ده اللي هو الابيض ده. هو انت ده. عارف ده بيستخدم في ايه؟ ايه؟ السحر. طب ما ده اللي انا بقوله بقى. على فكره الواد ده بيحطوا مكان الاحجار. الواد ده شغال مع مشعوذ. ست بتاعه تعبان. لا انت كده طالما عارف لبان المر يبقى انت تتجاهل. طب انا عارفه عارفه. المر لا مش المر. لبان الدخر ده تاكليه؟ والله حلو. ايوه يا عم ده. لا احنا ما بنقولش على السماره. لبان الدخر اللي بيستخدم في اللهم احفظك. تحضير الارواح. يا عم ده الدكتور كان جاي. لا يا حبيبي والله بيستخدم في تحضير الارواح. اقول لك على حاجه، انت اللي عند شرف ده والله. انت عند شرف هو يوريك. ايه؟ انت عند احمد شرف هو يوريك. يا عم انا عارف ان هو عنده بيستخدم برضه في قصد الارواح الشريره. ايوه والله ينور عليك. طيب بيستخدم في ايه؟ يبقى صوت الارواح الشريره. قصد الرجال الارواح الشريره. بس طيب، خلاص يا بص. رحمة عشان بتلبس ولا مصر بقى كانت بنصدر ليهم وبتاخد منهم ذهب تاني والكلام ده كله. كل ده اخدته من مصر. برضه يعني نفس المنتجات بس بالاخص عموما هنا. السؤال بقى اللي مش عندك في الكتاب. تواصلت الحضاره المصريه مع الحضاره اليمنيه في اي من العصور. اختار الاجابه الصحيحه. قديمه، وسطى، قديم. متاخره، حديثه. قديم. وعند الإجابة. تواصلت حضارة بلاد اليمن مع الحضارة المصرية في العصور القديمة، الوسطى، المتأخرة، الحديثة. أنا أستاذ حديث. أنا أنا أستاذ. تسلم بقى. وانا قلت الوسطى عشان أنا أستاذ. القديمة عشان هما كانوا. لا ما تقوليش تفسير. هي القديمة. استنى هو أنا عارف الملك اللي هو
ابراهيم وعيد هم الوحيدين اللي نتاشا. كانوا حديثه. هم نتشوها بس هي فعلا حديثه، حيث ارسلت حتشبسوت رحله تجاريه الى بلاد بن كانت تمر عن طريق مضيق باب المندب الى بلاد بن. احسن حاجه اللي بتتكلم بيقول لك ايه في الحديث؟ القادمه لا يا ابني لا احسن حاجه بتتكلم مش موجوده عندي. حلو مش موجود. يا استاذ اللي بقى احسن حاجه احسن حاجه بيقول لك التوكل على حل الله. التوكل على الله حديث ها يبقى حديثة ليه؟ حيث أرسلت حتشبسوت رحلات تجارية تمر عن طريق بلاد أو عن طريق مضيق باب المندب إلى بلاد بوم لجلب إيه؟ ماشي، ما هي كانت بتجيب دول وهي ماشية برضه في الطريق مش التحنيط. على فكره كان في قبل كده قديم في عادي مين؟ في قديم فين في القديمة؟ قولي لي فين في القديمة ولا استنى. طيب في بعد ذلك لقينا ايه؟ لقينا ان حضاره بلاد اليمن دي احتل العرش في حمير وملك اسمه ذو نواس. ملك ذو نواس اضطهد المسيحيين. اسمه ايه؟ في انهي مملكه؟ الحميريه. اسمه ذو نواس. كان بيضطهد المسيحيين. كان ايه؟ يضطهد يعني بيموت المسيحيين. هو كان مسلم؟ لا هو كان بيعبد نجوم وكواكب. ها؟ وعبادات آلهة. فكان يضطهد المسيحيين. فاستنجد المسيحيين في أهل اليمن بص كده بجوارهم من الحبشة هنا. من الحبشة. قالوا لهم الحقونا انتوا مسيحيين زينا وعن طريقكم عرفنا الدين المسيحي. فأرسلت بلاد الحبشة جيش كبير جدا. استطاع هزيمة ذو نواس وقضاء على الحضارة الحميرية والحضارة اليمنية بالأخص. واحتل الأحباش اليمن. احتلوها لفترة كبيرة من الزمن وأصبحت مسيحية. ها فاعتلى العرش في اليمن رجل ذات أصول حبشية. حبشية اسمه ايه؟ اسمه سيف بن زيازن. هو اصله حبشي ومن سيف بن زيازن ابن زيازن. ايه ده هو ده؟ انا بحسب بن ده حاجه ثانيه اصلا. مش بني يا ابني. بن انا يعني ابن زيازن. سيف ابن يازن. ابن زيازن سيف. ها هو حبشي بس من اصل يمني. حبشي بس من اصل حبشي بس من اصل فكره الحكم الحبشي فراح بعت للفرس. ايه ده؟ يعني غير الاتجاه خالص. بدل ما نروح نستنجد بهنا بقى واصبحت اليمن كلها حبشه، لا راح رايح للفرس هنا. الحقونا تعالوا خلصونا من مين؟ الاحباش. تعالوا خلصونا منين؟ مين اللي قال لهم كده؟ سيف ابن زيازن. سيف ابن زيازن اللي هو اصله يمني ولكن حبشي. اصله يمني بس كاره للحكم الحبشي. كاره للحكم فاستعان بمين؟ بالاحباش؟ لا بالفرس ليخلصهم من يخلصهم من مين؟ لان الاحباش برضه فتره من فتره كانوا ظالمين الى ان اصبحت فيما بعد الدين الاسلامي معركتها الشهيره ان دخلها الاسلام بعد ما احتلتها الفرس برضه فتره من الزمن وجاتها الاسلام. الاسئله اللي انا بقول لكم عليها دي موجوده في قلب الكتاب بس بشكل مميز للناس اللي بتحب الفقه شويه. عموما انا رجعت لكم على الاسئله اللي في الكتاب عن طريق الشرح. خد بالك. كنتم مع حصة مستر هورس في الدراسات الاجتماعية الأستاذ أحمد سيد حجاب، أستاذ التاريخ والجغرافيا.